البرازيل تونس الدقيقة 41 ركلة ركنية صالح المنتخب البرازيلي تلعب فيها الكرة إلى حدود منطقة المرمى، يرتقي إليها ميليتاو لاعب الكرة بالرأس، فيما قام اللاعب التونسي ديلان برون الذي كان يتحرك خلف ميليتاو، كان يمد يده وذراعه اليسرى إلى الأمام دون أن ينظر إلى الكرة التي يجب أن تلعب بالرأس، وبالتالي تسقط الكرة على ساعد يده اليسرى وتلمس اليد بطبيعة الحال. هنا اليد كانت في وضعية لا تتناسب مع وضعية تنافسية، وبالتالي كانت بعيدة عن الجسم مما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وبالتالي لمسة اليد هي مخالفة. لم يقر الحكم مبدئيا، لكنه عاد إلى تقنية الفار ليتحقق بوجود لمسة يد، نتيجة كما ذكرنا أن اليد كانت في وضعية غير طبيعية لا تتناسب مع وضعية تنافسية وجعلت الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وبالتالي احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للمنتخب البرازيلي نتيجة لمسة اليد كما ذكرنا، وبالتالي كان قرار نهائي قرارا صحيحا للحكم بعد العودة من تقنية الفار.